السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. صاحبة الحكاية بنت البندر وابن الصعيد، ايه اللي حصل معاهم؟ ده اللي هنعرفه معانا في الفيديو النهاردة. فضلا وليس أمرا ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم مننا كل جديد. صاحبة الحكاية بتقول أنا كنت في سنة 5 امتياز في كلية هندسة. اتعرفت وأنا في سنة 5 على واحد زميلي أو شاب زميلي، كان وسيم جدا ومحترم جدا، كان من الصعيد. هو كان من الصعيد وكان بيدرس في القاهرة. بعد كده حبينا بعض سنة كاملة، بس قلت له أنا مش هعرف أعيش، أنا واضعة على حياة البندر، مش هقدر أعيش في الأرياف أو في الصعيد بصفة عامة. المهم ان هو لما جه يتقدم لي قال لي انا استسمحك بحاجه واحده بس، ان انت تقبلي بس ان احنا نروح نعيش في بيت العيله في الصعيد، وبعد كده هنيجي لاهلك زيارات القاهره. المهم قلت له الموضوع هيبقى صعب عليا وانا مش هتاقلم على حياه الصعيد. لقيته بيقول لي عشان خاطر انا بس، والواحده لما بتكون بتحب الانسان في اي مكان بتعيش معاه، حتى لو هو في الهند هتروح معاه الهند. كمان الصعيد والقاهرة يعني مفيش فرق بينهم وبين بعض، الموضوع كله ساعتين ساعتين ونص، مش حاجة يعني. وقت ما تحبي تنزلي القاهرة أنا مش همنعك. المهم إن أنا وافقته، وفعلا اتخطبنا واتجوزنا في الصعيد. شفت مع أهله اللي محدش يتخيله. هما ناس كانوا طيبين جدا. هو كان الولد الوحداني وليه أختين بنات ما كانوش متجوزين، كانوا لسه في التعليم، يعني صبايا كده، واحدة عندها 16 سنة واحدة عندها 13 سنة. وكانت والدته ست طيبة جدا، وابوه راجل يعني طيب جدا. هم طبعا ناس على قدهم، هم مبسوطين بس عندهم ارض وعندهم خير، بس يعتبر حياتهم في الارض والفلاحة والكلام ده زي ما انتوا فاهمين نظام الصعيد. انا لما اتجوزت معاهم طبعا كان ليا شقة مستقلة فوق، بس كان ما بيعجبنيش منهم تدخلهم في اموري. يعني نامي بدري، ما تقومش ما تقومش متاخر، اصحي بدري عشان جسمك يبقى كده نشيط، نامي صحيان بدري مفيد، ما تسهريش، ما تقعدش قدام التليفون عشان عينيكي. بيطبخوا اكلات بطريقه معينه، انا ما كنتش بحب الاكل بتاعهم، يعني كل حياتهم كلها اكلات في الفرن، اكلات دسمه، وانا كنت طبعا بحافظ على رشاقه جسمي وكان لي اكلات معينه. هم كانوا بيفرضوا عليا الاكل ده. كنت لما اقول لهم مثلا انا بحب اكله معينه وعاملها لنفسي، يقعدوا مامته تزعل كده وتعيط تقول لي انت عايز تقسمي نفسك مننا. بالنسبه ان كان جوزي كمان بيشتغل في القاهره، لما اتخرج من الهندسه اشتغل في شركه في القاهره، وكان بيجي خميس وجمعه. المهم من هنا لهنا ما كنتش مرتاحة معاهم لتدخلهم في أموري. لو لبست مثلا بنطلون جينز كده وتيشيرت عليه أو بلوزة أو لبس زي ما انت عارفين لبس البندر، يقولي لا يا بنتي احتشمي شوية، ما ينفعش اللبس ده، احنا هنا برضو في الأرياف والناس بتبص على بعضها. انت شفت البنات هنا عاملة ازاي ولبسهم ازاي، هنا بيلبسوا متحشم ويلبسوا طويل ويلبسوا حجاب طويل، انت التزمي بعاداتنا وتقاليدنا. حسيت ان الحياة معاهم خنيقة جدا جدا فوق ما تتصوروا. أسوأ حاجة كمان ان هم كانوا بيتدخلوا في اموري في كل حاجة. لو حطيت مكياج يقولوا لي انت ليه ملطخه وشك كده، مفيش احسن من الطبيعه، انت جميله يا بنتي، هو انت محتاجه روج ولا كحل ولا بودره ولا الكلام الفارغ ده، خليكي على طبيعتك كده. لما كان يجي جوزي مثلا ويحسوا ان احنا سهرانين، كان يقولوا لنا لا ناموا بدري وطفوا النور، بلاش تسهروا عشان تعرفوا تقوموا بدري يبقى جسمكم نشيط وفايقين. اجي اعمل اكله متغيره لجوزي فوق، انتي عامله اكل فوق، انتي بتقسمي بينا مننا، يعيطوا. احنا بنحب نلمى وبنحب ناكل مع بعض يا جماعه، انا ليا خصوصيات، انا عايزه اخد راحتي، انا ما ينفعش ان انا يعني كل حاجه انتوا اللي تتدخلوا فيها. المهم خلاص جالي خنقة منهم، حسيت ان انا حياتي 24 ساعة في 24 ساعة كلها اوامر وتحكمات، رغم ان هم طيبين جدا مش بيدولي اوامر بشدية، بالعكس هم شايفين ان الحياة دي افضل لي انا عشان اتأقلم على حياتهم. بس انا مش واخدة على كده، انا واخدة على ان اسهر بالليل براحتي، اقوم براحتي، افطر براحتي، اكل اكلات معينة، اعمل سندوتشات معينة، ليا طبخة معينة، طريقة تحضير الاكل بطريقة معينة. مش بحب الاكلات الدسمه قوي، ما بحبش الاكلات اللي كلها سمن بلدي وكلها زبده وكلها حاجات دسمه عشان السمنه. في حاجات انا مش واخده عليها هم بيفرضوها عليا، وساعات اقول لهم الاكل ده انا مش بحبه، يقول لا ده انت هتحبيه عشان خاطر جوزك بيحبه. حاجات كتير انا عانيت منها. حصل مع حماتي كارثه، هي دي طبعا بطله الحكايه اللي هتعرفوها معايا، كانت سبب دمار حياتي. اسمعوا معايا الفيديو وتعملوا باللايك.
المهم جوزي لما جه في يوم زياره، يعني خلاص اجازه خميس وجمعه من الشركه، لقاني نفسيتي وحشه جدا، وقلت له انا عايزه اقول لك على حاجه. قال لي خير. قلت له عشان خاطري انت لما قلت لي نتجوز ونعيش في الصعيد، انا كنت رافضه المبدا، وانت عارف ان انا ليا طبع معين وحياه معينه ولبس معين واكل معين، ورغم من كده عشان بحبك انا يعني لبيت لك طلبك، او ان انا ما نفذت لك كلامك، او عشان خاطرك ضحيت. لكن انا دلوقتي خلاص اتخنقت، انا بقالي الوقت 6 شهور متجوزين، مخنوقه. كل حاجه تحكمات، الاكل هم اللي بيعملوه يفرضوه عليا، اللبس عايزين البس على مزاجهم، اتكلم بطريقتهم، انام بدري اقوم بدري، حياه كلها اوامر وكلها حاجات فضوليه. انا مش بحب كده. ابوس رجلك وابوس ايدك عشان حياتنا تمشي ومركبتنا تسير، خد لي شقه في القاهره. قال لي خلاص ما عنديش اي مشكله يا روحي، ان شاء الله من اول الشهر الجاي هبدا اشوف لك شقه ونعيش فيها سوا. المهم بعد كده لقيته بيقول لي هقنع امي وابويا واقول لهم وان انا لقيت شغل احسن من الشغل اللي انا فيه في القاهره، بس الشغل ده هيبقى دوام كامل، ولازم اخد سكن قريب من الشغل عشان مش هقدر انزل اجازات بسهوله زي الاول. ومراتي طبعا هتبقى بعيده عني وهتتبهدل. ايه رايكم انقل واخد مراتي معايا عشان ابقى قريب لشغلي، وانا هبقى اجيلكم من كل فتره وفتره، انا ومراتي نقعد معاكم خميس وجمعه، يعني كل شهر مره كده. المهم عشان خاطر مستقبلي، وعشان خاطر برضو قدرت اقنعهم ان الموضوع كله مش ان انا بعزل نفسي منهم، الموضوع كله ان انا شغلي جاي جديد براتب عالي، وكان بالنسبه لي فرصه ولازم اخد سكن جنب الشغل عشان خاطر الشغل دوامه مش جزء دوام كامل. المهم من هنا لهنا خدت فعلا شقه ونزلت انا ومراتي خلاص على القاهره واستقرينا، وفعلا حسيت ساعتها ان الدنيا معايا كويسه، لان مراتي اتبسطت جدا ان هي عايشه في شقه مستقله، بتقوم براحتها، بتنام براحتها، بتعمل اكلات بطريقه معينه، بتعمل الاكلات اللي هي بتحبها، بتروح جيم، بتروح تخرج، بتروح مثلا لقرايبها، بتلبس بكيفها. حست ان هي خلاص الحياه اللي هي اختارتها لقتها. بعد كده فوجئت بكارثه كبيره كبيره كبيره، يعني ان في يوم لقيت اهلي جايين لي على فجاه، وجايين يزوروني في شقتي في القاهره. لقيت مراتي مخنوقة ومنفوخة جدا. يا بنتي مالك في ايه؟ تقولي يعني انا سايبانهم من الدنيا هناك جايين ورايا هنا. قلت لهم مش اهلي ولهم حق عليا، انا جبتك هنا وانت عايشه بارادتك، هم عمرهم ما هيسيبوا خيرهم وارضهم وحالهم وهيقعدوا على طول. ردت عليا قالت لي ايه؟ ما هم برضو اليومين اللي هيجوا فيهم دول هيبقى برضو كتم وكبت، وهم بيتحكموا فيا قوي وفضولين زياده عن اللزوم. قلت لها خلاص ما جاتش على يومين نتحملهم. المهم قلت لها ايه طيب دلوقتي هم جايين خلاص يعني عايزين غدا. قمت انا قايله له انا ما خلاص انا ما عملتش غدا لان انا مش عامله حسابي ان هم جايين. المهم من هنا لهنا قال لي خلاص يا روحي ولا تتعبي نفسك، انا هطلب اوردرات اكل ويجي من المطعم ويتغدوا وخلاص، ما عادش وقت عشان تقعدي تحضري اكل وزمانهم جايين من السفر جعانين وكده. قلت له خلاص بما ان انت هتعزم بقى قرايبك وتجيب اوردرات، ايه رايك اعزم ماما واخويا وبابا؟ قال لي مفيش مشكله برضو، حتى الجماعه يقعدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض ويبقى يوم عائلي حلو كده، ده هم جايين ناويين يقعدوا 3 ايام. اللي حصل الكارثه بقى ان انا ما كنتش متقبلاهم ومش متحملاهم، ورغم ان هم طيبين جدا ومحترمين جدا وبيتمنوا لي الرضا ارضى، بس هم طباعهم مختلفه عن طباعي، ده الاختلاف اللي بيني وبينهم. انا جيت في يوم طبعا قايمه من النوم الصبح لقيت في كركبه في المطبخ، يا ترى الكركبه دي جايه منين؟ دخلت المطبخ ما لقيتش حاجه، قلت يمكن تهيؤات او من عند الجيران. دخلت اوضتي تاني عشان انام شويه، لقيت الكركبه جايه منين؟ من الحمام. دخلت لقيت حماتي عماله تغسل الحلل والاطباق والحاجات دي بتاعه الغدا، يعني كنا اتعشينا بالليل وانا ما قدرتش اعمل حاجه، قلت خلوهم للصبح. هي دخلت لقت المطبخ مش نظيف، اخدت الوعيان ديت واخدت الحلل والاطباق والحاجات ديت ودخلت الحمام، لقيتها حطاهم في البانيو وعماله تغسل بالفير وعماله تغسل بالليفه المواعين والكلام ده. فانا قمت داخله قلت لها انت بتعملي ايه؟ هو ده مطبخ؟ قالت لي يا بنت انت عارفه انا ما بحبش اشوف المطبخ مش نظيف، انا جيت اقف على الحوض عشان اغسل المواعين لقيت ظهري الغضروف تعبني، قلت هاجي هنا يم البانيو ده، هسند على القعده بتاعته او الجناح بتاعه ده، وهقعد اغسلهم واشطفهم واغسل لك مكان ما انا عملت. لقيت نفسي عماله اشخط فيها، طبعا دي كانت غلطه كبيره اللي دفعتني تمن حياتي. قلت لها انت ما بتفهميش، انت جايه توسخي لي هنا، هو الحمام ده للحلل؟ الحلل دي عمري ما عدت هاكل فيها تاني، الحلل دي برميها في الزباله، لا اما خديها، انتم مقرفين، انتوا واخدين على الهمج، واخدين على عيشه الطوايل عندكم، على عيشه الزرايب اللي عندكم. انا كان في الوقت ده قايمه من النوم، جوزي ما كانش جنبي، كنت عارفه ان هو في الشغل.
فوجئت لقيتها بتقول لي ايه: الله يكرمك يا بنتي، من طيب اصلك ومش عارف ايه، احنا اللي عايشين في الزرايب، احنا اللي عمالين واخدين على الهمك. الله كتر خيرك يا بنتي، والله انا هدفي كله ان انا اساعدك وارتب معاكي، بدل ما تقومي من النوم تلقي المطبخ مش نظيف ومش مترتب وتتعبي نفسك. عشان كده قلت اعمل اي حاجه، جيت اقف في المطبخ عشان اغسلهم واعملهم، لقيت ظهري مش مساعدني، الغضروف قايم عليا وظهري بيوجعني. برضو جيت على نفسي وقلت اغسلهم في الحمام، والحمام مقدور عليه، هغسله بالمساحه والفرشه وانضفه وانضف مكاني، بس اهم حاجه ان المطبخ يكون على اكمل وجه. تيجي ذات ان انت تهينيني وتقولي احنا عايشين في زرايب وناس همج وجايين نقرفك، كتر خيرك يا بنتي. طلعت من هنا طلعت من هنا لقيت الصدمه الكبيره والكارثه الكبيره اللي في الصاله. لقيت جوزي عينيه بتطق شرار وقرفان مني، ولقيته بيقول لي: ايه قله الادب اللي انا سامعها بتقولي لامي دي، الكلام اللي انت بتقولي لامي ديت، وايه قله الادب بتاعتك دي، وايه الالفاظ بتاعتك دي، انت انسانه مش محترمه ومش بنت اصل، انت قله الادب. يعني ده جزاها ان هي بتساعدك تقول لها احنا عايشين على الزرايب، جايين تقرفوني، انتوا واخدين على الهمج، انت تشتمي امي وتطلعيها من الحمام تطرديها بره وتمسكيها من دراعها الماسكه دي تبقى ليك انت، والله ما انت قاعده فيها. ويلا من هنا قدام اهلك على بيت اهلك ما تقعديش فيها، والله ما انت قاعده فيها. انا دي جزات امي، جايه يومين عندك تعملي فيها كده؟ ده انا سبت الدنيا كلها وخدتك رحت الصعيد، ولما لقيتك مش مرتاحه جبتك هنا وماشي ورا منك، واللي انت عايزاه بعمله لك وانفذه لك. طبعا سمعت الكلام ده قعدت اعيط اقول له: طب حقك عليا، طب انا اسفه، هبوس رجلها وابوس ايديها وابوس راسها. طبعا مش هلقى حن من جوزي ومن طيبته، كان بيتمنى لي رضا ارضى. لما لقاني مش مرتاحه في الصعيد جابني في القاهره وجاب لي عفش حلو وجاب لي في شقه يرمح فيها الخيل، يعني ما بيأثرش معايا في حاجه، راضيني من كل حاجه، بيساعدني في خدمه بيتي، جايب لي الغالي كله. كان بالنسبه لي كان هو الامن والامان ليا. فوجئت لقيتني كل حاجه بتنسحب من بين ايديا من قله ادبي وهمجي، فعلا انا اللي همجيه ومش محترمه. كان هيجرى ايه لما كنت قلت لها: طب اطلعي انت يا ماما من الحمام، والله وانا اللي اعمل كل حاجه، ما انتش تعبه نفسك. طب ليه يا ماما بتتعبي نفسك؟ كلمه حلوه كنت جبرت بخاطرها، بدل ما كنت اجيب عليها واطيها وتيجي على دماغي. قعدت اتاسف له واتاسف لها، وهي تقول لي: يا بنت انا مسامحه وما فيش اي حاجه، حماتي طيبه جدا، بس هو قال لي انت هنت امي كانك هنتيني، وانا ما بحبش اللي يهني. شغل طبعا دماغ الصعيد، انت دماغ الصعيدي، يعني انت عارفين ان هم دماغهم متعسفه وكرامتهم فوق الجميع. قال لي: خلاص انت مدام هنت امي كانك هنتيني، انا ما قبلكيش على ذمتي تاني. وقال لي: يلا شنطه هدومك وروح على بيت قرايبك. وفعلا مشيت من كتر ما هو كان عمال يكسع فيا ويقول لي: ما انتش قاعده يعني مش قاعده. فعلا خدت بعضي ومشيت وما خدتش شنطه هدومي. فوجئت بعد كده تاني يوم بالظبط ان هو باعت لي كل هدومي من الدولاب وذهب وكل حاجه، حطهم لي في 3 شنط وبعتهم لي مع سواق تاكسي، وعطيله العنوان ووصلهم لغايه بيتي. وبعدها لقيته كاتب لي جواب بيقول لي: دي شنط هدومك وحاجتك، بعد كده هبعت لك ورقه طلاق غيابي، وتعالوا خد عفشك كله، انا مش عايز منك اي حاجه، قيمتك كامله خديها، انت ما تلزمنيش ولا تركبي لي ذمه. احاول اتصل عليه واتاسف له وهو مش متقبل خالص. احاول ان انا ارن على مامته تقول لي: يا بنتي انا ما ذنبيش حاجه، انا مسامحه والله، بس هو حلها مع جوزك، انا ماليش ذنب. هو رافض الصلح خالص ورافض ان احنا نرجع لبعض. بعد كده لقيته فعلا بعت لي ورقه الطلاق، وهد كل حاجه بيني وبينه. اكلمه عشان ارجع، اخد اخويا عشان يتوسط لي عشان يرجعني وكده. انا مش هلقى احسن منه، مش هقدر اعيش مع واحد تاني، انا فعلا بحبه، وده حب العمر، حب يعني سنه كامله في الجامعه، احنا الاتنين نعتبر روحين في جسد واحد. كل حاجه اتسحبت من في يوم وليله من همجيتي وقله ادبي، وانا لغايه النهارده مش مسامحه نفسي، لان انا اتعاملت بغباوة. هما طبعا كانوا ضيوفي، كان لهم معاملة أحسن من كده، لكن أنا نيتي وغبائي وداني هو اللي وداني في داهية ودمر لي حياتي. المهم لما بعت لي ورقة الطلاق قلت بقيت اتصل عليه عشان خاطر يردني قبل العده. هو رفض الاتصال لدرجه ان هو من كتر ما انا برن عليه وبلح عليه راح غير الشرايح بتاعته كلها، الشريحه بتاعته التليفون، وغير الايميلات بتاعته، وقفل كل التواصل الاجتماعي اللي انا اقدر اتواصل بيه عن طريقه، قفل كل حاجه. المهم ما عدى على موضوعنا ده سنه كامله. بعد كده قلت لاخويا: ايه رايك ننزل الصعيد واروح اصالحه واتاسف لحماتي، يمكن يرجعني تاني. فوجئت بعد كده هو طول عمره لما كان بيجي يكلمني كان يقول لي: اهلي طول عمرهم بيقولوا لي خد بنت بلدك، خد واحده من توبنا، واحده تعرف عاداتنا وتقاليدنا. بنات البندر لهم طريقه ولهم لبس ولهم حياه، مش هيتاقلموا معانا. لما جه يعني اختلف معايا لما انا
يعني عملت مع مامته الموقف ده، لقيته بيقول لي: يا ريتني كنت سمعت كلام اهلي وما كنتش خدتك، انت فعلا قلة الادب، اسلوبك مش حلو، انت فعلا مش هما اللي همجيين، انت اللي همجيه ومش محترمه. يا ريتني كنت سمعت كلامهم، ويا ريتني ما اتجوزتك، ما انا كان مالي ان انا اتجوزك واتجوز واحده قلة الادب زيك. انا فعلا يا ريتني سمعت كلام امي، كنت خدت واحده من الصعيد، واحده متربيه على الاصل، متربيه على الخير، محترمه، بنت ناس، واخده على عاداتنا وتقاليدنا، متواضعه. لكن انا مشيت ورا دماغي وقلبي لما خسرت كل حاجة. فأنا كنت يعني سامعة منه الكلام ده لما كنا مختلفين، وكان بيروحنا عند قرايبي عشان خاطر أنا زعلت أمه. لما قعدت سنة طبعا مفيش بيني وبينه أي اتصال ومش عارفة أوصله، قلت لأخويا: إيه رأيك تيجي معايا نروح الصعيد؟ أخويا ما منعش وقال لي: مفيش مشكلة، انت غلطتي وايه المانع ان انت تصلحي الغلط وترجعي جوزك ليكي. وفعلا جه معايا الصعيد ورحت. بس الكارثة الكبيرة ان انا لما خبطت على بابهم وضربت الجرس، طلعت لي بنت كده في حدود 20 21 سنة ومعاها طفل على ايدها، وانا عارفة اخواته البنات يعني مش هي دي اختهم. المهم بقول لها: انت مين؟ انا ممكن اكلم علاء؟ قالت لي: انت مش طليقته، انا شفت صورتك مع صورك قبل كده، وعرفت ان انت طليقته، وان هو طلقك عشان خاطر ان انت اهنت امه. انت جايه هنا ليه؟ انا ابقى مراته وده ابنه. وبتتكلم صعيدي، طبعا هي صعيديه وتعتبر من طرف العيله يعني من قرايبه. انت جاي هنا ليه؟ هو خلاص ما عادش بيفكر فيكي وما عادش تلزميه، وخلاص بقى متجوز وعنده عيل، انت جاي تخربي عليا، ما تجيش هنا تاني. وقامت قافله الباب في وشي. ساعتها الامل الوحيد ان انا كنت اقول لما انا اروح له واتاسف له واعتذر له وارجعه ليا، ساعتها يمكن راسه تلين والدنيا تمشي واقدر ارجع جوزي ليا. لكن الكارثه الكبيره لما انا شفت مراته الجديده ومعاها طفل، يعني الموضوع بقى معاه منتهي للابد، ما احنا نرجع لبعض او نعيش مع بعض. ساعتها عرفت قد ايه ان انا كنت غبية، وان انا كنت جحدة، وان انا كنت عبيطة لما استهنت بحماتي وهي عندي. هي بتقدم الخير ليا وبتعاوني، كان بدل ما انا اشكرها، او حتى لو اني متضايقة ما كنتش اعملها بالقسوة ديت وبالاهانة ديت واطردها من الحمام وامسكها من ايديها بطريقة او بهمجية كده واقول لها: يلا اطلعي من هنا، انتوا جايين تقرفوا لي البيت، انتوا جايين تبوظوا لي حاجتي، او انت هتخليني ارمي طقم التيفال عشان هو اتغسل في الحمام. الحمام ده للاستحمام مش لغسيل الاطباق والحلل. انتوا واخدين على الزرايب، انتوا واخدين يعني على الهمج، على شغل الفلاحين، على الاكل الهمجي. انتوا مش واخدين على الرقي. وقعدت اهين فيها. ساعتها عرفت ان انا اللي ضيعت على نفسي جوزي اللي بيحبني واللي كنت بحبه، والحياة اللي كانت كلها هنا وفرح واستقرار، انا اللي ضيعت الخير من ايدي. وطبعا انا متطلقه دلوقتي، خلاص عدى على الموضوع ده من بعد ما شفت مراته كمان سنه، يعني بقالي سنتين متطلقه منه وبيجيلي عرسان. لكن انا اتعقدت جدا ومش لاقيه حد مكان على ان هو ينسيني الماضي والذكريات الحلوه اللي احنا عشناها مع بعض. عشان كده انا رافضه الارتباط وهفضل رافضه الارتباط. انا مش هلاقي واحد زيه يعوضني ويحترمني ويقدرني. ده كان بيبقى محتار يعمل لي ايه، كان بيحتار يجيب لي حته من السما، كان مملكني كل الخير. اهله بصراحة ما شفتش منهم حاجة شر. ويوم ما جولي يومين عشان يكونوا ضيوف عندي، انا بدل ما اقابلهم بترحاب وعاملهم كويس، لان انا ما شفتش منهم ال6 شهور اللي عشت معاهم في الصعيد ما شفتش منهم حاجه وحشه. بالعكس كانوا بيتمنوا لي رضا ارضى، كانوش بيخلوني اكنس ولا انضف ولا ارتب، كانوا كلهم بيخدموني. ورغم من كده ما كانش اكلهم بيعجبني وما كانش طريقتهم في الحياه بتعجبني. ويوم ما قلت لجوزي انا ما ينفعش ان انا اعيش هنا، قال لي: شبيك لبيك، هجيب لك شقه لوحدك في القاهره وتبقى قريبه من اهلك وتروحي نادي وتغيري جو وتعيشي على راحتك وتبقى مملكتك ملكك انت وحدك. واليومين اللي حماتي واخواته وابوه جم، قلت ادبي وغلطت وعرفت ان انا اسلوبي الهمجي. محدش همجي الا انا، محدش اتربى في زرايب الا انا اللي معرفتش اتربى ومعرفتش ان انا اتعامل مع حماتي بادب ومعرفتش اتعامل مع الناس باصل. انا اللي خسرت كل حاجه، خسرت الانسان الوحيد اللي حبيته من قلبي، وهو كان ساعتها بيحبني وكان واهب لي حياته، كان بيقدرني بكل الوسائل، كان بيحتار يعمل لي ايه. انا اللي همجيه. عشان كده لما تيجوا تتعاملوا مع حد، بلاش السرعه في الرد، بلاش الاهانه، قبل ما تطلعوا الكلمه حسوها. عامله حماتك حتى لو هي صعبه، عاملاها كانها امك، عشان الورد ينساق العلاق. ما دام جوزي كويس معايا يبقى احب الطرف من اهله، ما دام هو بيكرمني اكرم اهله، ما دام هو اصيل معايا اكون اصيله مع اهله. بلاش الهمجيه، بلاش شغل الحتف. طبعا قصتنا كانت عبرة لكل واحدة تسمعني النهاردة. يا ريت تكون نالت إعجابكم. ما تنسوناش في الدعم والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.